السلام عليكم. اليوم مع وصفات واجدكم بهذه الوصفه جيت نطلع عليكم. اسكو راكم ملاح؟ راح لكم العيا تاع رمضان والله غير حتى اليوم باش قدرت ندير لكم فيديو. لا اله الا الله محمد رسول الله. على ما اظن انه كامل الناس رانا كيف الله يحسن العوان والله يتقبل منا. اذا اليوم جيتكم بهذه الوصفه. هذه الوصفه ما كاش اللي ما يعرفهاش، فقط حبيت نفكركم بها هكذا كوجبه يعني خفيفه نتاع كل يوم، ديريها في الفطور ولا في العشاء. جات بنينه وريحتها ريحه. يلا تبعي معايا للاخر تكتشفي كيفاش حضرتها. اول حاجه نبدا بها، عندي ان بلاطو يدخل للفوق، درت له شويه نتاع الزبده، ودائما واش نحب نديرها، نحب نديرها زوج فصوص تاع الثوم، نديرهم هكذا في القاعده، يا اما تسكرفتيه يا اما ديريه هكذا دوائر، يعطينا واحد البنه للبطاطا تاعنا هايله هايله هايله. اذا نقطع هكذا الثوم تاعنا كما سبق قلت لكم، تقدري تسكرفتيه كما تقدري ما ديريهش كامل، لا هنا ماشي شرط، فقط اللي يحب الثوم تقدري تضيفيه وجربوها تعطينا بنه هايله. من بعد نحكم هذيك البطاطا اللي كنت قشرتها ونقطعها دوائر اللي يكونوا شويه رقاق، يكونوش خشام بزاف، هكذا كامل سمك واحد. بعد ما قطعتها ندوزنها، واش نديرلها، نديرلها غير فلفل الكحل والملح. هذا واش نديرو للبطاطا، نملحها ونخلطها مليح هذا باش تدوز لنا. اذا نديرها في المول تاعنا هكذا، نستفها عشوائي يعني، المهم تكون كامل في البلاطو. بعد نحكم فرماج طري تاع الميزان ولا بورسيون اللي عندك، نقطع هكذا طرف ونديرهم. نزيد لها طرف تاع الزبده غير شويه شويه. نعرفوا ان البطاطا يعني من النوع اللي يتشرب ويجينا بنين، تحب الحاله تكون شويه ميدمه. اذا ندير هكذا شويه تاع الزبده، في الاخير ندير لها الحليب حتى تتغطى عليه. دوك هنا الحليب على حسب البطاطا اللي درتيها وعلى حسب البلاطو تاعك، دوك ما نقدروش نعرفوا شحال نديروا الحليب. هنا عندنا المهم هنا تغطى لنا، كاين اللي يخلط الحليب مع لا كريم فريش، هنا هذاك الاختيار. كي نشوفها هكذا تغطات برك ماشي تغطات كامل يعني قريب تتغطى، هنا نحبس وندخلها الفرن على 180 درجه حتى تطيب. انا ما نغطيهاش هكذا باش كي طيب تحمر لي مباشره. اذا ندخلها الفرن حتى طيب لنا، وعلى حساب الفرن تاعك، على حساب الحليب اذا كان بارد ولا كان سخون تدي لك الوقت تاع الطياب. اذا ندخلها طيب ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. الوصفه تاعنا اليوم هي معنا واجده، يعني شوفوا كي نتسي البطاطا راح نصيبها طيبه زبده، شوف يعني الموس يدخل فيها بكل سهوله. انا نحبها هكذا محمره على الوجه تاعها، راح نقسم لكم منها قطعه باش تشوفوها كيفاش جاتنا. اذا بسم الله، شوف كيفاش تجمرت على الوجه تاعها. هذاك الحليب اللي درناه راح يدير لنا طبقه كأننا ما درنا بيشاميل، وحنا ما درنا لا بيشاميل لا والو. اذا بهذه الطريقه شوفوا لي هذيك البطاطا كيفاش جات تحفه، جات تذوب ذوبان، بنت الزبده، درت لها غير فلفل الكحل، هذاك الثوم اللي درناه في القاعده يطلع يعطينا بنه هايله. ما عليكم غير تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.